التأتأة. يعني ايه تأتأة؟ ومين السبب فيها؟ وايه اللي بيوصلنا للمرحلة دي؟ وايه اللي يحصل لو سبناها فترة؟ طيب، التأتأة عبارة عن ان الطفل ما بيعرفش يجمع حرف او كلمة على بعضيها. يجي تسأليه سؤال يعمل الصوت ده. مين السبب؟ السبب الام او الاب او اللي بره البيت واللي جوه البيت. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان حضرتك بتيجي تكلميه تعنفيه، واوقات بتضربيه، واوقات بتكلميه باسلوب غير ادمي قدام صحابه، وبتمد ايدك عليه، واوقات الشبشب بيشتغل والحزام بيشتغل، والضرب والمعامله اللي مش كويسه بيخلق طفل غير انسان، كذاب، غير سوي، عدم المسؤوليه، وقول من ده كتير. لما بترفضي انك تسمعي لابنك وتخليه يروح يترمي في حضن حد تاني ويتكلم، انت السبب. لما بتسيبي ابنك من غير ملاحظة وتاخدي بالك منه وينحرف ويشوف حد تاني، انت السبب. لما بترفضي تسمعي له وان حضرتك ترد عليه وتاخديه في حضنك وتحتويه، ما تلوميش غير نفسك بعد كده. وايه اللي بيحصل بعد كده؟ ان هو اولا تبول لا ارادي، انسان عديم المسؤوليه، وحاجات كتيره لو ذكرتها لك انت هتتخض منها. الاحتواء. الاحتواء. اولادكم دول حاجه يعني كبيره عند ربنا وكبيره عندك انت. يكون ربنا كرمك وجبت طفلين او طفل ومش عارف قيمته، بص اللي ما عندوش. اللي عنده طفل دون عنده كنز، ربنا مديله نعمه، مديله شيء في البيت محروم غيره منه. بلاش تعمل حاجه زي كده، بلاش تعامل ابنك وحش، بلاش تضربه، بلاش ترفضه، بلاش تنتقده، بلاش تعامله معامله مش حلوه، بلاش تخيره بينه وبين غيره، بلاش تفرض عليه حاجات هو ما يكونش اصلا بيفهمها. في حاجات كتيره انت لازم تعيد السلوك بتاعك فيها. من سن 3 سنين لحد 6 سنين ده ما عندوش تعديل سلوك، ده طفل محتاج ان هو احتواء. بيبقى اللي محتاج تعديل سلوك اللي في البيت، الزوجين، لان الطفل اصلا مش مدرك للي بيعمله. هو عفوي، بيتصرف بعفويه وبيحاول يفهم ويكتشف الاشياء. في الحته دي انت اللي بتحتويه. مشاكلكم مع بعضكم في حته تانية، مش في البيت، في اوضه يا عم، في اي مكان في البيت غير ان الطفل يشوفكم. بلاش المشاكل الاسريه تزيد.